الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصفة اليوم بإذن الله جبت لكم عصير البرتقال، عصير من النوع الرفيع، يعني عصير ممتاز مغذي غني بالفيتامينات، كذلك يعني توفري فيه كذلك دراهمك بنتي. عصري كوني حضري العصير في دارك لوليدات كنتي متأكدة وش فيه. إذا اليوم جبت لكم عصير غني بفيتامين سي اللي هو يوجد في الحمضيات، والفيتامين A اللي توجد في الجزر، يعني دعمت وانا بشويه ليمون شويه ياغورت الى غير ذلك حتى تحصلوا على عصير مفيد جدا. تعرفوا ان البرتقال عندها عده فوائد بالنسبه لجسم الانسان، كذلك الجزر عندها عده فوائد. قلت انا نجمع بين هذين الغذائين حتى تحصلوا على عصير مغذي مفيد للجسم ويقوي المناعه في هذا الشتاء. جبت لكم اليوم عصير البرتقال اللي هو جاء عصير من النوع الرفيع. شوفوا جاني عصير ما شاء الله، عصير برتقال تحضريه بنتي في الدار وتوفري دراهمك. اذا نروحوا مباشره الى طريقه التحضير والمكونات. نمر مباشرة إلى المكونات تاع العصير لنهار اليوم. إذا أنا عندي كمية من البرتقال تقدر ب2 كيلوغرام، وعندي 1 كيلوغرام من الجزر، وعندي هنا الليمون حسب الرغبة من 2 إلى 3 حسب الذوق تاع كل واحد. أنا اليوم راح نعطيكم القياس المقادير تاع 1 كيلوغرام. كتحضري بنتي 1 كيلوغرام من البرتقال تحضري معاه نصف كيلوغرام من الجزر، وقلت الليمون تقعد من 2 إلى 3 ليمونات، يعني حوالي كأس. هذاك تاع القياس تاع 220 مليلتر. إذا أنا اليوم راح نخدم كمية شوي كبيرة، نحتاج العصير، لكن انت بنتي إذا حبيتي تضاعفي المكونات ضاعفيها تحصلي على كمية كبيرة. إذا حبيتي الساعة تجربي الكمية الأولى، قلت 1 كيلوغرام برتقال ونصف كيلوغرام من الجزر. ونروحوا مباشرة إلى طريقة التحضير. إذا نرجع معاكم حبيباتي، بسم الله. هنا بعد ما كملت الجزر قشرتها، يعني غسلتها قشرتها قطعتها كما تعرفوا كامل. هنا حطيت 1 كيلوغرام في القدران تاعي. وش حنضيفوا لها؟ نضيفوا لها واحد يعني كأس واحد من السكر، كأس واحد فقط، ها، تاع 220 مليلتر، ها، فوالا. خلي هذا نقيسوا به الليمون. تخلطي هذاك السكر مليح مع الجزر تاعك، فوالا. هنا البرتقال واش قلت لكم؟ قلت لكم نص نقشروا ونص نعصروا. ها هو البرتقال، هذا النص عصرته، ها هو هنايا في الطاس هذا نقدم لكم. اذا هنا كميه البرتقال اللي جبتها اليوم نفتح لكم تشوفوا. ها نص عصرته، ها هو عصير، فوالا. وهنا النص هذا قشرته الى قطع. نجيب هذا اللي قطعته الان، اللي قطعته نصف كيلو. انا عندي كيلو معصور وكيلو مقطع، انا استعملت 2 كيلو. نخلطه مع الجزر تاعي. ديروا قدره شوي كبيره باش تهزلكم، انا ممكن ما تهزليش، نعطيكم الطريقه ونبدلو. خلطي مليح هذاك الجزر مع البرتقال مع السكر، هلا هنا راح نجيب لهم لتر ونص تاع ماء، بسم الله، ونحطها هنا. ان شاء الله تكفيني برك باش ما تسيحليش. هاي تكفي، فوالا. عندنا الزهر. اذا نخلط هذيك 1 لتر ونصف من الماء. هاهي قلت في 1 كيلوغرام من البرتقال المقطعه ونصف كيلوغرام جزر وكأس واحد من السكر. هذا الخليط كامل حنخلط مليح، السكر يدخل فيه هذاك يتجانس لي مع المكونات، وراح نديه فوق النار مباشرة يطيب لنا هذا الخليط يطيب لنا، ونرجع نكملوا المكونات الأخرى. إذا هنا بعد ما طابت لي الجزر تاعي نذوق درجة الحلاوة تاعها.
هنا الحلاوه راهي قليله، يعني بالنسبه لي انا مليحه، بالنسبه لكم نتوما راكم لازم تزيدوا السكر. هنا درجه الحلاوه كل واحد وش يرضى. هنا راح نجيب ذاك الروبو تاعي. فوالا نوقف نشوف الخليط تاعي اذا ترحى مليح نبدا. فوالا نعم الان نرحي بشويه قلت لكم. الان هذا نجيب العصير تاعي، هذا الكيلو الثاني اللي عصرته، ها هو امامكم، نحطه هنا امامي. نجيب صفايه، نجيب مصفات فوالا، ونصفي هذاك الخليط اللي رحيته اللي طيبته. بسم الله. نزيد نعمر البقيه اللي بقالي. وهنا حنصفي هلا. نزيد نكمل هنا نحي، نزيد نكمل نصفي الكميه المتبقيه. هلا وشي هنا يعني الخليط تاعي راه ما يكفينيش طاس، راح نجيب اناء اخر حنعتلكم برك. شوفي بنتي راح نزيد نكمل هذا نصفيه هنا، صفيه كيما هذا هكا. فوالا لكن ما يكفينيش انا، بقات لي كميه كبيره. دركا نكمل نرحي ونصفي كل العصير تاعي كيما الطاس هذا راكم تشوفوا فيه، هاو معمر امامكم. هذا الطاس شوف هذا راهو 2 لتر. نكمل نعمر طاس اخر ونرجع معكم. اذا هنا بعد ما كملت صفيت، هنا راح ندير، هنا عندي بطاط ياغورت بذوق المشماش كيما تحبي، ذوق مشماش، ذوق لافاني، ذوق برتقال، هنا حندير فيهم. فوالا انا ما عنديش اناء كبير، باك نورمالمون ندير في اناء كبير. فوالا انا درت واحد، حندير 2، يعني كل 1 كيلوغرام راح ندير له 1. واللي يحب يزيد يزيد. وتحبي تعوضي الياغورت هذا تاع الفروي، انا درت ياغورت قلت ذوق مشماش. اللي تحبي تعوضي الذوق هذا ديري الموز، ديري بنان، تجيك ثاني ما شاء الله. وتعوضي كذلك السكر بالعسل. الان نجيب هذا القارص تاعي. فوالا ها جاني كاس تاع ليمون، ها راح نفرقوا ما بين الاناءين. ها فوالا ونخلطهم مليح. هنا شوفي بنتي، هنا القوام راهو جاني ما شاء الله. شوفي راهو خاثر، لازم نزيدوا له الماء. واللي تحب مركز تخبي منه هاك. شوف جا ما شاء الله، جا عصير خاثر كما نقولوا حنا بيان دوزي. هلا لا باش نبدا نعمر دوك الان. شوفي بنتي حنصبوا امامك. بسم الله. شوف جا روعه. هنا انا نحب كل شيء طبيعي. اللي تحب تعزز اللون تاع البرتقال تاع العصير تزيد له الملون تاع البرتقال. انا ما نحبش المواد الحافظه وما نحبش الملونات، نحبه طبيعي كيما هذا. جا عصير ما شاء الله. هكذا نكونوا تحصلنا على عصير منزلي خير من العصائر اللي يعني نشرو فيها من برا، اكثرها فيها المواد السكريه بكثره، فيها مواد حافظه الى غير ذلك. دركا نعمر العصير تاعي في القارورات ونرجع معاكم حبيباتي. اذا هنا بعد ما كملت العصير تاعي هاو امامكم، جا عصير برتقال بالجزر طبيعي 100%، حتى الكميه جات هائله. هنا بالنسبه بنتي للدوزاج قلت هنا يعني القوام تاع العصير شوفي جاني خاثر يعني ياسر. هنا دوكا كل وحده تتحكم في كميه الماء اللي حبت تزيدها. تحبي تديريهم كل تزيدي من الماء مع بعضهم، تحبي تزيدي كميه الماء بالكميه اللي تحبي تشربيها. اذا جاء عصير ما شاء الله. شوفي بسم الله
ما شاء الله، جا عصير برتقال طبيعي 100% بدون أي مواد حافظة. إذا قلت هذا عصير البرتقال غني بالفيتامينات، فيتامين A وفيتامين C. فيتامين A موجودة في الجزر، فيتامين C موجودة في البرتقال. زدت دعمته بزوج حبات بطاط تاع ياغورت. إذا عصير مغذي، يعني مفيد جدا لجسم الإنسان. حاولي بنتي تشربي لوليداتك عصير من يديك، خفيف وبنين وكما يقولوا عبد لزج، وتتحكمي فيه في درجة اللزوجة تاعو، تتحكمي فيه انتيا ومتأكدة واش حتمدي لوليداتك. إذا كانت هذه وصفة أم مريم لنهار اليوم، عصير البرتقال جاء في وقته، يعني عصير بامتياز مع هذا البرد. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.